مساء الزبده. يستظرف يا ماما. اصدقائنا اصدقاء محامي الشارع، يا رب تكونوا بخير دايما. بص يا ست الكل، ما هو انا مش ساحر عشان لما ارجع من البيت الاقي بوزك طوله شبرين واقعد اسالك 45 مره انت مالك مالك مالك، جرى يا وليه؟ وفي الاخر نلاقي برضه نفس الاجابه، ماليش. ما هو الاهتمام ما بينطلبش. كل ده ما بيطلبش؟ لا يا ستي، الاهتمام بينطلب عادي جدا. ما تقولي يا ستي مالك في ايه؟ ما هو انا مش ساحر ولا هنجم عشان اعرف انت مالك. انا راجع من بره طفحان وشقيان وطالع عيني، ما عنديش وقت ان انا نقعد نحل مسابقات نيلي والشرهان اللي انت بتعمليها لي دي. عايز اقول لك بقى نصيحه ليك انت، خلي بالك لما تلاقي جوزك قاعد في الصاله لوحده او قاعد لوحده في اي مكان وباصص في السقف، صدقيني ده مش معناه ان هو بيفكر في واحده تانية، لا، ده معناه ان هو قاعد بيفكر هيدفع الاقساط بتاعت بكره منين. ما انت عارفه ورايا كمبيالات وساط، يعني لازم اشتغل ليل ونهار عشان اسددها. فنصيحه بلاش دماغك توديك لبعيد. وانت يا كبير عايز اقول لك نصيحه، حطها حلقه في ودانك برضه. قدر ان هي يا سيدي واحد وعليه فلوس، فحاول تعملها بالراحه وتسيسها. بص يا ست الكل، عايز اقول لك كلمتين من الاخر. رحم الله زوجه جوزها قال لها عدي ليلتك فعدتها. ايوه، هي ريحه نازله، هي ريحه نازله.